هل صحيح أن أكبر أسباب المشاكل التي تحدث في بيوت المسلمين سببها العين والسحر والحسد؟ لنسمع هذا الكلام ونتأمله جيدا. شاركوا الفيديو كي تعم الفائدة. والله إن من أكبر أسباب المشاكل التي تحدث في بيوت المسلمين سببها الذنوب التي يفعلها أهل البيت، لا العين ولا الحسد ولا السحر. فالبيوت بحاجة إلى توبة لا إلى رقية. ومن أعظم الذنوب التي تدمر أهل البيت والبيت بذاته فهي إهمال الصلاة وعدم المحافظة عليها في وقتها. ولو أن أهل البيت حافظوا على الصلوات وأدوها كما أمرهم الله تبارك وتعالى بها لرأوا السعادة والسكينة والطمأنينة والبركة في بيوتهم. لذلك البيت الذي أهله يؤخرون الصلاة ويسمعون الغناء ولا يبالون لقراءة القرآن فيلزمهم توبة لا رقية. لذلك عليكم بأنفسكم واتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته، فالعيب ما العيب إلا بأنفسكم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.